لو انا ببيع موبايلي المستعمل اتنصب عليا في اكتر من 8 5 مرات كاملين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة من اسرار التاجر الشاطر، ازاي تبيع موبايلك من غير ما يضحك عليك ومن غير ما حد ما يبخسك حقك، وفي نفس الوقت تكون مأمن نفسك كويس جدا جدا جدا. تابعني، انا ابو ادم ودي قناة ابو ادم تك. قررت تشتري موبايل جديد وتستغنى خلاص عن القديم، هعلمك ازاي تبيعه في خطوات بسيطة. اول حاجة هتجيب قطعة من القماش وتلمع موبايلك كأن بتلمع عربية في زفة. بمعنى ايه؟ الموبايل بتاعك مش لازم تروح تبيعه وهو مليان لحوسة ومبصم والدنيا بايظة وعليه سكرينة قديمة متدغدغة. الحاجات دي كلها بتقلل من سعر الموبايل على فكرة. هتجيب الموبايل بتاعك وتلمعه تلميعه كويسه ان شاء الله، حتى بنقطه كحول بسيطه خالص على طرف القماشه كده، وتلمع الموبايل وتمشي عليه بالراحه كده. بعد ما تلمع الموبايل بتاعك التلميعه النظيفه الكويسه، هتجيب السلك نفسه بتاع الشاحن بتاعك، لو ابيض ومتبهدل امسك السلك لمعه. المهم ان انت بتجهز موبايلك للتصوير، لان الصور هي اللي بتبيع الموبايل. الخطوه اللي بعدها هتجهز العلبه والمشتملات. بص يا سيدي، العلبه لو فيها ابسط حاجه طلعها من العلبة وجهزها للتصوير. بمعنى ايه؟ كابل شحن تاني، سماعة سلك، جرابات غالية، خد بالك من النقطة دي لأن أنت هتصورها وتنزلها لوحدها. المهم هتجهز كل حاجة موجودة جوه العلبة بالكتالوجيات، طبعا لو في ورقة ضمان هتجهزها وكده. هتصور الموبايل بتاعك. نبتدي بقى في نقطة التصوير. نقطة التصوير بتتم ازاي؟ الصور هي اللي بتبيع الموبايل. يعني انت اهم حاجه تستغل الاضاءه اللي عندك في الشقه، او افضل نقطه اضاءه عندك في الشقه تصور فيها. مفيش اضاءه كافيه عندك في الاوضه اللي انت بتصور فيها او في الشقه او في المكتب اللي انت بتصور فيه، هتستنى للنهار بس وصور قدام شباك مفتوح او كده. على فكره الصور هي اللي بتبيع. يعني مثلا انا بشتري موبايل مستعمل، اول حاجه عيني هتروح عليها في الاعلان الصور، مش الوصف مش السعر. عيني هتروح على الصور. لو الصور ملفتة قوي هبص على الاعلان وابتدي اخش بقى اقرا الوصف وكده. فطبعا تفاعل مع تفاعل مع تفاعل على الاعلان بتاعي، الاعلان بتاعي بيطلع فوق، يبتدي يتعرض قبل الاعلانات التانية اللي معروضه. يعني ممكن حد يبقى عارض نفس الموبايل بتاعي بنفس السعر بنفس كل حاجه بنفس الموديل، بس انا بيع قبل منه وهو ما يبيعش. ممكن هو يقعد بعد مني شهرين ثلاثه، طبعا هي على حسب الرزق اللي ربنا بعته. بس انت صورك كويسه والوصف بتاعك وصف مستوفي كويس مصور في الشمس. الصور بعد ما تصورها تقص هتلاقي في اطراف زياده كده باين فيها مش عارف ترابيزه من ايه وكرسي منين، وقص الاطراف دي. خلي التركيز كله على الموبايل. الموبايل هو بطل قصه الصوره. هتصور الصور بتاعتك تمام وتبتدي تكتب الاعلان بتاعك. هتكتب الاعلان بتاعك ازاي؟ اولا تكتب اسم موديل الموبايل بحيث ان اي حد يبحث عن الموبايل هيلاقي الاعلان بتاعك ظهر في الاول. تكتب اسم الموديل بتاع الموبايل بتاعك. تكتب طبعا الحالة العامة بتاعته لو في اي حاجة، يعني دي امانة، انت بتبيع امانه قبل ما بتبيع موبايل او بتبيع سلعه. فالموبايل لو في اي حاجه لو بسيطه اكتبها. اكتب ان هو مثلا في خدش معين، في كسر معين، كان مغير كذا. كده كده ربنا اللي بيبعت الرزق. يعني حتى لو انت تحايلت على الموضوع كله قعدت تعمل تداري في حاجات، فصدقني البيعه هتبوظ. ولو ما باظتش الفلوس اللي هتيجي من وراها يعني مش هتكون فلوس كويسه، هتكون فلوس حرام. فهتلاقي البركه برضو يعني بتاعت الفلوس دي راحت. فاكتب الوصف بتاعك مظبوط. اكتب العنوان اللي انت هتسلم فيه الموبايل، ان انت هتسلم في مكان عام مش هتسلم في بيت حد مثلا او كده. اكتب الطريقه اللي انت حابب بيها تستلم الفلوس. في ناس ما بتحبش تاخد الفلوس كاش في ايديها، انت عايز تحويل معين او كده. اكتب كل ده. اكتب الشروط بتاعتك عادي في الاعلان. كده كده اللي بيقرا الاعلان ده العقد بتاع الاتفاق بتاعك بينك وبين المشتري قبل ما يكلمك. فانت اكتب الشروط بتاعتك في الاعلان. اكتب المواصفات، اكتب المميزات بتاعه الموبايل. يعني انت لو نفترض ان انت بتبيع موبايل زي سامسونج نوت 20 الترا، اكتب نوت 20 الترا، قلم كذا كذا للكتابه، كاميرا كذا. يعني اكتب المميزات بتاعه الموبايل، ولو في اي عيوب من استخدامك اكتبها. وكده انت تبقى كتبت الوصف المظبوط. طيب هنيجي لنقطه بقى تحديد السعر. طيب تحديد السعر بيتم بناء على ايه؟ بيتم بناء على السوق اللي حوالين منك. بمعنى انت موبايلك لنفترض ثمنه 20,000 جنيه، ما تروحش تحط ثمن موبايلك 30,000 جنيه. ما حدش هيشتريه، ما حدش هيقرب منه، لان هو السوق الدارج بتاع نفس الموديل ده في 2000 واحد عارضين قبل منك نفس الموبايل ب 20,000 جنيه. فانت ما تفكرش لما تحط 30,000 جنيه حد مثلا ما يعرفش في السوق فهيكلمك ويبتدي يشتري. مش هتحصل. الزبون بيدور كويس قوي وهو بيشتري. فحط السعر بتاعك يكون سعر كويس كمان بالنسبه لسعر السوق. يعني هنفترض ان كل اللي بيبيع 20، انت بيبيع 19، بيبيع ب 18 ونص. حط سعر كويس بحيث ان اللي يشوف الاعلان يخش يكلمك على طول من غير ما يفكر. طيب هعرف السعر العام منين؟ هعرف السعر العام بتاع موبايلي او بتاع الموديل اللي انا عارضه
من حاجات كتير، جروبات الفيسبوك، من موقع زي OLX، من محلات المستعمل بتبيع الموبايل ده بكام. فأنت هتبتدي تشوف السوق اللي حوالين منك إن كان أونلاين أو السوق اللي موجود واقعي حوالين منك، وتقرر بناءً عليه سعر المنتج اللي معاك. من الحاجات المهمة إنك ما تستعجلش في البيع، ما تستعجلش في البيع إلا إذا حصل لا قدر الله ظروف خاصة معينة، فمضطر تحرق سعر الحاجة اللي معاك شوية عشان تفكها فلوس وتشوف ظروفك. بس في الوضع العادي ما تستعجلش في البيع. بمعنى إيه؟ في ناس معينة لما تستعجل في البيع، لنفترض أنا عارض موبايلي ب 20,000 جنيه، دخل حد كلمني قال لي 15، أنا خايف الزبون ده يروح مني وأقول له لا طب خليها 16 مش فأنا بوّظت على نفسي السلعة اللي معايا، شكّكت الحد اللي داخل يشتري إن ممكن تكون الحاجة بتاعتي فيها حاجة، وهي ما فيهاش حاجة، حاجتي سليمة وزي الفل ما فيهاش أي حاجة، بس أنا استعجالي خلّاه يعني مسك نقطة ضعف عندي، إن خلاص لأ أنا هاشتري من ده وهاكسّر بقى في سعر الموبايل، فأنت موبايلك يسوى 20,000 هو ممكن ياخده ب15 ب16 عشان خاطر استعجالك، فما تستعجلش على بيع حاجتك. طيب أنت خلاص اتفقت وكلّمت الزبون أو المشتري اللي جاي يشتري، والدنيا تمام وربنا قدّر وخلاص هتقابله. هتقابل الشخص ده إزاي؟ أولًا ما تروحش لحد بيته، يعني بلاش حد يقول لك تعالَ لي أنا ساكن في البرج الفلاني في الدور ال20 اطلع لي ما بلاش الكلام دوّة خالص. قابله في مكان عام، قابله في محطة، قابله في كافيه، قابله في ميدان، قابله في مكان يكون فيه ناس حوالين منّك، ما تروحش لحد عنده وتطلع مكانه الخاص، ممكن تروح لحد عنده برّه قدّام البيت، بس ما تطلعش في مكان معيّن عند حد. هتستلم فلوس من حد، اتأكد إن الفلوس مضبوطة، ما تاخدش الفلوس وتمشي على طول، اتأكد إن الفلوس ما فيش فيها حاجة لا قدّر الله يعني مش مضبوطة، حاجة مقطوعة، حاجة يعني اتأكد إن فلوسك تمام مضبوطة وعِد الفلوس مرّة و2، ما تتحرجش من حد إن أنت ما تعدّش الفلوس وتشوفه إن هو حد شكله كويس أوي فتتحرج تعِد الفلوس وراه، لأ، عِد فلوسك والدنيا تمام وأنت بتسلّمه موبايل، ما تدّيش لحد الموبايل في إيده كده إن هو ياخده ويجرّبه بعيد عنك، لإن دي حاجة حصلت معايا أنا شخصي ويعني اتعلّمت منها وباعلّم غيري. أنا بابيع موبايل لحد أنا كمحمود وده الموقف ده حصل معايا فعليًا، بابيع موبايل لحد، فالحد ده يعني أنا استوسمت فيه خير، هو شكله كويس وشكله ما يدّيش على نصّاب خالص، فخَد الموبايل وبيجرّب والدنيا تمام، طَب بعد إذنك ممكن أعمل مكالمة من موبايلك عشان أجرّب المايك دوّة، المهم إن أنا ادّيت الأمان زيادة، فادّيته موبايلي التاني كمان، فأخد الموبايلين ومشي، بجد ده حصل يعني أنا مش اللي هو إزاي ما أعرفش. خد الموبايلين ومشي، وحاولت إن أنا أرجّع الموبايلات، بس الحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل، ما حدش بيتعلّم ببلاش، بس أنا هو ادّاني ثقة زيادة إن هو قعد معايا فترة كبيرة أوي، وقعد يحكي لي إن هو قد إيه جامد وقد إيه مشاريع وفلوس وأعمال واللازم منّه يعني، فأنا يعني خدت ثقة زيادة، وطبعًا دي كانت ثقة زائفة شوية، وأنا مفكّر إن أنا جامد ومش هيتضحك عليّا بقى خلاص، بس للأسف يعني اتضحك عليّا كان مبلغ مش صغير، فخلّي بالك على حاجتك عشان صدّقني حاجة زي دي بتأثّر في نفسيتك أوي، ويعني على ما بتسعى وتبتدي تجيب الحاجة بتاعتك تاني، أنت أي نعم ربنا بيعوّض عليك وربنا مش بيبارك له يعني في الحرام اللي هو أخده وكده، بس يعني بتزعل، وفي ناس ممكن الزعل ده يأثّر عليها فترات طويلة جدًا، ويأثّر على حياتها كلّها، فيعني خلّي بالك على حاجتك، وخلّي بالك على حقك عشان ما تخسرش كتير. بُص يا صديقي، البيع شطارة، صدّقني البيع شطارة وبيعلّمك خبرة في الحياة كبيرة أوي، بعيدًا عن الخبرة التعليمية اللي إحنا بنكتسبها في الدراسة، لأ، خبرة البيع والشرا بالذات أكتر حاجة بتفتّح عينك على الدنيا، يعني بِعت واشتريت مع ده مرّة و2 و3 واتعلّمت التجارة الصح، صدّقني هتتفتّح في أمور كتيرة أوي في الحياة بعيدًا عن البيع والشرا، فيعني أنا علّمتك في الفيديو ده الحاجات اللي تعملها إن شاء الله وتطلع من الموبايل بتاعك مستعمل بأحسن سعر من غير ما حد ما يبخسك حقك. وال5 حاجات اللي هيخلّوك تبيع موبايلك بأفضل سعر، أولًا إنك تنضّف موبايلك كويس جدًا قبل التصوير، بعد ما تنضّف موبايلك كويس جدًا هتجهّز كل الحاجات اللي موجودة في العلبة وتصورها كاملة مكملة مع الموبايل في كل كادرات التصوير، هتستغل الإضاءة الكويسة اللي عندك في المكان اللي بتصوّر فيه، لو ما فيش إضاءة كويسة هتستنى للنهار وتصوّر قدّام شباك أو إضاءة فاتحة، تكتب الوصف بتاعك مضبوط، تكتب فيه اسم الموديل، تكتب فيه رقم تليفونك، تكتب فيه طريقة التواصل معاك، تكتب فيه الطريقة اللي عايز تستلم بيها الفلوس إزاي، ما تروحش لحد نهائي، نهائي، نهائي ما تأمنش لحد إنه ياخد موبايلك ويجربه بعيد عشان ما يحصلش معاك حاجة مش كويسة تندم عليها بعدين، وبكده تبيع موبايلك بأفضل سعر إن شاء الله. لو استفدت من الفيديو دوس لايك، دوس سبسكرايب، دوس اشتراك، خش عندي على الماركت بليس بص بصة في الإعلانات اللي أنا منزلها مش هتخسر حاجة وإن شاء الله حاجة تعجبك، وأنا كنت أبو آدم معاك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.